السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الكوكتيل بتاع المحلات زي بتاع المحلات بالظبط. يا رب يعجبكم يا رب. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا هنا مقطعة موز ومقطعة اناناس وتفاح احمر واخضر وخوخ ومانجا. والمانجا طبعا كنت مفرزاها في الفريزر وجوافة، وعاملة عصير مانجا مركز وعصير موز، مش حطيت لهم مية خالص عشان يطلع معايا تقال زي بتاعة المحلات بالظبط. والتقطيع بتاعه رفيع مش متخنة قوي. طبعا الكوكتيل ده حسب مزاجك انت، تشكيلة الفاكهة اللي انت عايزاها، الفاكهة اللي انت بتحبيها بتعمليها، والعصير اللي انت بتحبيها بتعمليها. انا هجيب الكاسة بتاعتي، هبدأ ان انا احط فيها طبقات من الفاكهة. طبقة موز، طبقة اناناس، طبقة خوخ، وهحط من تشكيلة الفاكهة كلهم. ممكن تقلبي الفاكهة كلها على بعضيها، ودي بتاع ان انت تحطي في الكاسات بتاعتك بالشكل ده كده. وحطيت طبقة جوافة، وادي الخوخ، وهبدأ بقى ان انا انزل بالعصير المانجا المركز. العصير ده انا ما حطيتش عليه مية خالص، انا كنت مفرزة مانجا، بدأت ان انا اطلعها وفكتها فكت، ورحت ايه ضربها في الخلاط على طول بالسكر بحسب رغبتك زي ما انت عايزة. ورحت حاطة عصير موز برضو نفس الطريقة، وحطوا لي يمكن معلقتين 3 حليب بس. ورحت حاطة يا دوبك بس ضربته وفكته من بعضه وخلاص. وده الشكل النهائي لكوباية الكوكتيل. هبدأ لكم اعملكم كمان كوباية من اللي هي الطويلة. احط برضو طبقات من الفاكهة. تمام. شكلي زي ما تحبي الفاكهة اللي تحبيها حطيها. نوع فاكهة من دول مش بتحبيش ليه، زي ما تحبي، دي حسب رغبتك انت. عايزة تحطي عليه كريم شانتيه حطي، عايزة تحطي ايس كريم حطي، زي ما تحبي. تمام، زي الفل. حاجة طبعا معمولة في البيت على ايدك، غسلة فاكهتك منضفة حاجتك، فبتبقى مضمونة، ونفس الطعم بتاع المحلات. عندك فراولة حطي فراولة برضو، ممكن تبدلي اي عصير من العصاير ديت مكانها تحطي عصير فراولة عادي. شيل الموز شيل المانجا وحطي فراولة. بس انا صراحة ما كانش عندي متاح الفراولة، فمشيت بالموز والمانجا. تمام.
زي الفل. هو جايلك ضيوف ولا اي حاجة تشرفك قدام ضيوفك؟ اعملكوا كمان كيسة. طبعا هو الكوباية ديت كفيلة في الصيف ان هي تطر على قلبك قوي، يعني حلوة في الصيف تسقعها كده وتاكلها تبقى جميلة. تمام. بس كده وكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الفيديو بتاعكم النهاردة. يا رب يا رب ينول اعجابكم و... واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يعجبكم. مع الف سلامة، باي باي.